السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الأهلي بطل أفريقيا المرة الثانية على التوالي. مليار مبروك لجماهير النادي الأهلي. بطولة كده مش عاجبني فرحة الناس بيها، عاملة زي العشرة، ويمكن ده ليه أسبابه. يعني النهارده حرفيا فكرة إن النهائي يكسب ولا يلعب حصل بالحرف. أنا توقعت يعني بقالي كذا يوم اللي بيكلمني عن المباراة بقول له هنكسب 3-0 إن شاء الله بس نجيب جون بدري، فسبحان الله جه جون أول دقيقة قلت بس توقعي بقى في محل. أتاري الجون ده على قد ما كان خير على قد ما إنه تسبب في تعب أعصابنا. يعني أنت بتتفرج كده لو واحد عنده مشكلة في الألوان يقول لك يا بين سبورت بتعيد ماتش نهضة البركان والزمالك ولا إيه؟ نفس السيناريو. نادي الزمالك جاب الجون وهو اللي راكن الاتوبيس، لدرجه في حاجه مهمه جدا حصلت مش عارف خدت بالك منها ولا لا. حوار كريم فؤاد بيسالوا المذيع بيقول له هو مستر كولر طلب منك ان انتوا تدافعوا كده؟ قال له لا ده احنا اللعيبه اللي اتفقنا في الملعب. فاللي هو ازاي انت بقى كمدير فني دورك فين؟ لكن في البدايه طبعا الواحد فرحان. علي معلول اللي مجهوده بتاع البطوله كله ما راحش هدر. امام عاشور انه بعد ما دخل النادي الاهلي خلال 6 شهور بقى بطل افريقيا. موديست، وسام ابو علي، كل دول اول افريقيا ليهم. نخش بقى في نقطة بسيطة سايرة الجدل دلوقتي وهو موضوع التحكيم. الواحد يقول اللي ليه واللي عليه. كرة إمام عاشور مليون المية ما فيهاش حاجة لأن إيده ثابتة، غير كده اتعدت من زاوية الإمام كان بره ال 18. دي بالنسبة لكرة إمام. في بقى الكرة التانية اللي هي بتاعت مروان عطية لما الواد داس على قصبة رجله وخد فيها إنذار. أنا وجهة نظري الشخصية دي كارت أحمر مباشر. لكن برضه اختلفوا عليها. نيجي بقى لأهم نقطة ودي اللي انا مش متاكد منها وعشان كده يعني دي شهاده حق قدام ربنا سبحانه وتعالى. الكوره في الدقيقه 89 اللي اتزحل عليها كريم فؤاد وطلعها من قدام اللاعب، انا مش متاكد هو لمس رجل اللاعب الاول ولا الكوره الاول، بس هي في المجمل ان الكوره طلعت. لكن هل كريم لمس اللاعب الاول ولا الكوره الاول؟ والحمد لله بفضل الله انا كان المخرج اجنبي، فهو الحمد لله على المكسب وكل حاجه. لكن كولر برده لسه في شويه الغاز حواليه. كريم فؤاد بيقول احنا كلاعيبه قررنا ان احنا هندافع ونحافظ على الجون ده. طب انت كمدير فني فين؟ اذكر لك موقف صغير حصل ايام مستر مانويل جوزيه. بعد 18 دقيقه من الماتش ما بدا راح ساحب جilberto ومنزل كابتن سيد معوض. كابتن سيد معوض اللي حكى الموقف ده. جilberto ما نفذش بالظبط اللي مستر مانويل جوزيه طلبه منه، بدا يرجع لورا كتير. راح مستر مانويل جوزيه جايب سيد معوض وقال له ايه؟ قال له لو شفتك في نص ملعبنا هطلعك. قال له تنزل تفضل في نص ملعب الخصم. ده عشان مدرب تقيل لقى اللعيبه في الملعب ما بتنفذش كلامه راح مطلع. عادي ما عنديش مشكله ان انا اغير، انما انت يعني كريم فؤاد بيقول ان هم فضلوا محافظين على الجون وانت يا عم كولر عدى الشوط الاول. طيب يا عم قفل على الشوط الاول وما تعملش اي حاجه عشان اللعيبه ما تتهزش ويخش فيك الجون اللي انت خايف منه. طب بين الشوطين قلت لهم ايه؟ اول الشوط الثاني بصراحه كان اول 5 دقايق النادي الاهلي بيهاجم وبعدين برده رجعنا للزون ديفنس. المفروض انا اغير بقى، اللعيبه ما بتنفذش كلامي في الملعب اغير بقى. لانه بصراحه انت النهارده بتكسب بسيناريو يحرق الدم. السيناريو بصراحه الواحد قاعد من اول دقيقه لاخر دقيقه على اعصابه. احنا اتخدعنا قلنا الجون جه خلاص شكرا كده فيها 3-4. انا قلت فيها ثلاثيه طلع فيها ارتفاع ضغط ليا. والله شرب 2 ينسوه. فما تغير. الشوط الاول كله نص الشوط الثاني لحد ما انت عملت تغييرات نص الملعب مسروق منك في لقطات فسحه. نص الملعب شوارع وكل كوم وتغيير ديانج دي كوم تاني. ديانج اللي بقاله 4-5 شهور بره القايمه خالص وما بيشاركش تنزله في ماتش زي ده. هو بيكسب بيحقق نتائج لكن الاداء انا بقعد من اول دقيقه لاخر دقيقه ايدي على قلبي. فهو الواحد برده مش عايز يبوظ الفرحه. لكن بصراحه وجهه نظري الشخصيه انا شايف كولر مدرب محظوظ جدا. انت النهارده لو بتلعب سان داونز لا الموضوع كان اختلف. انت بتجيب جون في اول دقيقه ايه بقى ايه المشكله بتاعتي ان انا اضغط واجيب تاني وتالت؟ حسين الشحات النهارده ما عملش باصه صح. وسام ابو علي كل الكره مديله تتقطع. فمش شايف مبرر لسوء الاداء النهارده. هو الحمد لله بفضل الله كسبنا لكن برضه ليه اقعد لاخر دقيقه ايدي على قلبي كره عبيطه تخش كده ولا ضربه جزاء تيجي في اخر دقيقه وجون ما يتعوضش. هو عموما في النهايه الحمد لله خدنا اللقب وده المهم. وبكده بنضيف نجمه زياده ال 12 ونفكر بقى ان شاء الله في ال 13. بتحقق ارقام كبيره. مصطفى شوبير 9 مباريات كلين شيت. النادي الاهلي 22 مباراه بدون هزيمه.
فهو معلش لسه الواحد سيناريو الماتش وحد شدت الاعصاب والواحد بقى يقوم ويقعد والكلام ده لسه مأثر عليه. بكره ان شاء الله هنبقى فرحانين. احنا لسه خضة ان يجي جون فينا في اي لحظه لسه مأثر علينا. فان شاء الله نفوق من الصدمه ومن بكره باذن الله نحتفل صح يعني، لان احنا كده الحمد لله ملناش طار عند حد. كده خدنا طارنا من القاره كلها. كده خلاص النادي الاهلي مش هيلعب بقى غير بعد التوقف الدولي. فده معناه ان احنا معانا وقت نفرح براحتنا. ومن بعد التوقف نبتدي بقى نفكر في السوبر اللي هيجمعنا بنادي الزمالك. مليار مبروك لجماهير النادي الاهلي، ونتقابل على خير باذن الله. سلام عليكم.